ازاي تجنن الشخص النرجسي لما يقلل من قيمة اي حاجة انت عملتها؟ زي ان انت نجحت فيقولك وايه يعني، ما كلنا نجحنا وانت هتعمل حوار؟ او ان انت جبت له هدية فيقولك يعني هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ ازاي ترد عليه وتخليه يندم ان هو قالك كده اصلا؟ لما حد يقولك يعني هو ده اللي ربنا قدرك عليه وانت تكون عامل له حاجة كبيرة جدا، بس هو عايزك تفضل تحاول اكتر تحاول اكتر عشان ترضيه وهو ما بيرضاش، ساعتها اوعى تتكلم عن المجهود اللي انت عملته وقد ايه انت تعبت وفي الاخر مش راضي عن حاجة انا بعملها لك وليه بتعمل كده. اوعى ان انت تقوله كده خالص. قوله ايوه صح عندك حق، كان في مليون حاجة تانية بس انا عملت الحاجة المناسبة ليك انت، فما اعتقدش ان الموضوع مستاهل اكتر من كده يعني. ساعتها بقى على حسب هو مقدرها ازاي، لو هو شايف الحاجة دي قليلة خلاص يبقى انت كمان قليل معاها، لو هو شايف الحاجة دي كبيرة يبقى هو كمان قيمته كبيرة، فانت كده خرجت نفسك بره الموضوع خالص وسبت تقديره لنفسه هو. يبقى ساعتها زي ما هو قلل من مستوى الحاجة اللي انت عملتها له، انت كمان خليته ينزل بالمستوى للحاجة اللي انت عملتها، يعني هو كمان بقى قد الحاجة دي، فبالتالي كده فير جدا. وبعدها هتعمل حاجة هتخليه يرجع في كلامه، ان انت هتقوله طب خلاص لو انت حاسس ان هي قيمتها قليلة او ان انت قيمتك قليلة، خلاص ممكن ان احنا نمنعها خالص وما تبقاش موجودة، وايا كانت بقى لو هدية ما تاخدهاش، لو اي خلاص امنعها عنه. وساعتها هو يقولك لا هيجيب ورا بقى. الخطوة التالتة بقى اللي هتخليه يندم تماما ان هو قالك حاجة زي كده، ان انت هتعرفه ان كان في حاجة جاية انت هتعملها له، زي سفر هتسفره له مثلا او اي حاجة تحفة انت هتعملها، بس خلاص بقى مش هينفع تعملها. فهيقولك ليه؟ قوله مش عارف، عشان حاسس كده ان انت مش رايق كده دلوقتي، ممكن نعملها وقت تاني واحنا رايقين. وبكده هو هيحرم يديلك اي رد فعل سيء عن حاجة انت عملتها له، عشان لما يكون عندك مفاجأة تانية تعملها له وما تمنعهاش. زي كده ان انت عشان ضمنت الحاجة اللي انا عملتها وبقت تحت ايديك فبتقلل منها براحتك، لا في حاجة تانية مش تحت ايديك، يبقى انت قللت منه، منعتها عنه، منعت خطوة جاية في المستقبل كنت هتعملها ولغيتها وما عملتهاش. طيب لما حد يقولك على نجاح انت عملته انها حاجة بسيطة قوي، يعني مع انه لما بيحصل له اي حاجة قد كده بيبقى عايز يروح يقول للجيران وكل الناس ويعمل حفلة، بس اللي هو بيعمله معاك ده بيبقى غيرة منك. طيب ساعتها ترد عليه ازاي؟ زود في انبساطك اكتر وكأنك طاير من الفرحة، وقوله يا ده انا عمري ما اتبسطت كده في حياتي، انا كمان مبسوط قوي ان انت كمان فرحان لي جدا. كل ما تزود في انبساطك اكتر وتحسسه ان هو مش مقصر فيك وان انت مش واخد بالك اصلا منه ومتجاهل كلامه، هو هيتجنن اكتر. لا ولسه كمان بعدها اي حاجة تحصل معاه قد كده قلل منها على طول. يعني مثلا قام عمل رياضة، قوله ايه يا ابني دي تمارين خفيفة جدا، فين المجهود؟